انا نفسي افهم لحد امتى هنفضل مركزين مع الاهلي. نفسي افهم ليه لما يحصل اي مشكله في الاهلي، ان شاء الله حتى لعيب خبط لعيب ومشي، يقول لك في مؤامره والحق اللعيبه تتخانق مع الاهلي. نفسي افهم امتى احنا كزملكاويه او فئه من جماهير الزمالك مركزه مع الاهلي، حتى لو لعيب اللي هو مشي من غير ما يقول السلام عليكم، هيجي يقول لك بص لعيب مشي من غير ما يسلم عليهم يبقى هو عايز يمشي. يا جماعه يا ريتنا بس نركز مع فريقنا، عشان يا جماعه انا زهقت من الحوار ده. كل حاجه تحصل في الاهلي يقول لك بعض جماهير الزملكاويه يجيبهم لك من زاويه معينه، يقول لك بص مؤامره، بص اللعيب مش قادر اللعيب مش عايز يقف في الاهلي، بص امام عاشور اول ما جه ايه اللي حصل مع الاهلي. هنتكلم يا جماعه دلوقتي عن خناقه محمد الشناوي مع امام عاشور، وحقيقه خناقه محمد الشناوي اصلا مع امام عاشور، هل هي حقيقي خناقه ولا ده خبر فيك ولا ايه بالظبط؟ انا هشرح لكم كل التفاصيل الموضوع ده يا جماعه، بس تابعوا معانا الفيديو الاخر. كلام برده عن فضيحه في نادي الزمالك، مدرب اردا سولار بيقلل مننا. بس هنبدا اول حاجه بموضوع امام عاشور ومحمد الشناوي، بعد كده نخش على موضوع فمدرب ارتا سولار بيقلل من الزمالك، وهنتكلم برضه يا جماعه عن مفاجاه وحمزه المسلوسي عايز يمشي هو كمان من الزمالك. هنتكلم يا جماعه كل التفاصيل دي يا جماعه، بس تتابعوا معانا الفيديو الاخر. هنبدا اول حاجه يا جماعه بموضوع محمد الشناوي. طلع امبارح الاعلام محمد فاروق بيقول لك ان بعد انتهاء ماتش السوبر ما بين الاهلي واتحاد العاصمه اللي الاهلي خسر فيه 1-0، ويقول لك بعد الماتش الشناوي بيقول لامام عاشور ان انت السبب. بس متخيل معايا ان الشناوي ساب الفرقه كلها ومسك في واحد لسه اول ماتش معاه يقول له انت السبب؟ يعني ساب الفرقه كلها ومسك في في امام عاشور بس عشان السسبنس وكده. وراح يقول لك الشناوي ساب الفرقه كلها ومسك امام عاشور بس، قال له خد تعالى، انت الوحيد اللي ادائك كان وحش في الماتش، انت الوحيد اللي ضيعت فرص في الماتش، انت الوحيد اللي بصيتش في الماتش، انت الوحيد كل حاجه غلط في الماتش. فبيقول لك الشناوي بيقول له انت السبب فبيقول لك بقى مفاجاه، امام عاشور بيقول له لا مش انا السبب يا عم، فكك مني، سيبني من اللي انا فيه، اللي هو سيبني من اللي انا فيه، على اساس ان انا انا على اساس ان هو ندمان مثلا ان هو مشي من الزمالك وراح الاهلي والكلام اللي احنا عارفينه دون. فيقول لك اول ما قال له كده فمحمد الشناوي اتضايق وقال له ازاي انت ترد عليا كده، انا قائد الفريق، وراح لخالد بيبو يقول له ما ينفعش يلعبوا امام عاشور دون. امام عاشور راح خالد بيبو جاب امام عاشور قال له انت ازاي تتكلم مع القائد كده، انت ما ينفعش تتكلم بالاسلوب دون، وهعمل عليك غرامه ومش غرامه والكلام ده. هو ما علينا الحوار ده صح ولا غلط، بس انا هقول لكم يا جماعه الحوار ده مبدئيا كده الموضوع ده غلط، واقول لكم ليه وبمصادر، مش هقول لكم اللي هو حاجات بالنجم وكل حاجه. اصلا يا جماعه الحوار ده ما حصلش. النادي الاهلي طلع بيان رسمي بيقول لك ان مفيش خناقه حصلت ما بين امام عاشور وبين محمد الشناوي، وخالد بيبو نفسه طلع نفى قال لك مفيش اي حاجه حصلت، والكلام ده كله شو من بعض الزملكاويه عشان حاطين امام عاشور في دماغهم، عشان امام عاشور لما غفلهم وراح الاهلي فعمل لهم صداع في دماغهم، بيتلككوا اي موضوع يحصل يحطوا امام عاشور في جمله مفيده وخلاص. وبرده الاهلي ما سكتش على كده، الاهلي ان هو نفى على الصفحه بتاعته الشخصيه وخالد بيبو نفى ويطلع بيان ان الاهلي قدم شكوى رسميه في محمد فاروق ان هو بيضرب اشاعات كاذبه على لعيبه النادي الاهلي، وان محمد فاروق الاهلي بيطلب بايقافه والتحقيق معاه عشان هو عمال بقاله فتره يضرب اخبار فيك في النادي الاهلي عشان عايز يدي استقرار النادي الاهلي. الحوار خلص وملموم. الحوار ده بعض الزملكاويه عاملينه عشان امام عاشور بس اللي هو عامل لهم صداع في دماغهم، فبيتلككوا لاي حاجه. امام عاشور لك امام عاشور اول ما جه الاهلي 4 ماتشات ما يكسبش، امام عاشور اول ما جه الاهلي خسر من بيراميدز، خسر السوبر، امام عاشور وشه حلو، امام عاشور مش عارف يا ريت بس يا ريت يا جماعه رساله صغيره للزملكاويه، مالناش دعوه بالاهلي. الاهلي خلاص امام عاشور راح الاهلي خلاص، ممكن نركز مع فريقنا، ممكن نركز مثلا مع عزيزو اللي مش عايز يجي الزمالك عشان مستحقاته، ممكن نركز مع فريقنا ان خسر فريق ارتا سولار ده اول مره في تاريخه، صعد 3 مرات في بطوله الكونفدراليه، اول فوز في تاريخه على الزمالك 2-0. يعني الفريق ده اصلا تاريخ كله في الكونفدراليه هدف واحد بس. جه لما لعبنا احنا على حظنا جاب فينا جونين وطلع بكلين شين، مع ان المقاولين كسبته 9-1. انت متخيل معايا؟ هل احنا نركز في المشاكل دي؟ لا، احنا نركز الاهلي امام عاشور اتخانق مع الشناوي، امام عاشور وشه وحش، الاهلي جاب مهاجم عنده 65 سنه، الاهلي. طب احنا فين يا جماعه؟ احنا فين مشاكلنا فين؟ بالعقل وبالمنطق نتكلم عن مشاكلنا. احنا ليه ما نتكلمش عن مشاكلنا ونحلها؟ يعني احنا ده العقل يا جماعه بيقول ان اي فريق بيحل مشاكله الاول. يعني حتى لو عايز تضرب اشاعات فيك في الاهلي حل مشاكلك الاول. انت دلوقتي سامسون هيفسخ عقده معاك، الجزيري اللي بيلعب معاك رافع عليك انذار وهيفسخ عقده، خسرت من فريق ارتا سولار، خايف من فريق ارتا سولار وطالب ب 50,000 مشجع. انت متخيل معايا؟ طالب 50,000 مشجع. خليت مدرب فريق ارتا سولار طالع امبارح مع ابراهيم فايق يقول لك الزمالك خايف مننا ومرعوب، باكبر دليل ان هو طالب 50,000 مشجع. يعني انت متخيل؟ يقول لك الزمالك خايف مننا، الزمالك خايف من فريق جيبوتي وطالب 50,000 مشجع عشان عارف ان هو مش هيعرف يكسب بمجهوده، لازم حد يساعده، لازم جماهير تساعده، لازم يعمل ضغط على اللعيبه باي طريقه. انتوا متخيلين توصلونا هل احنا نركز في مشكلتنا دي؟ لا، اهلي. احنا بنداري مشاكلنا وكوارثنا بالاهلي، كل حاجه الاهلي.
لازم نحط الاهلي في جمله مفيده. يا ريت يا جماعه نركز في مشاكلنا عشان فريق اردا سولار ومدربه بيقلوا مننا. انت متخيل فريق زي ده بيقول لك الزمالك مرعوب مننا؟ بيقول له المدرب بيقول لابراهيم فايق الزمالك مرعوب مننا، ان احنا فريق تقيل عليه. بس المدرب بقى بيختمها بالكلام العادي اللي هو الزمالك فريق كبير في افريقيا، ليه تاريخ، كلام الاستهلاك ده يا جماعه. بس في الاصل قال لك الزمالك مرعوب مننا. انت متخيل وصلته فريق زي ده بيقول لك الزمالك مرعوب مننا؟ فريق زي دون اللي حارس الحدود لو لعبته تكسبه، حارس الحدود اللي هبطت هتكسبه. احنا مش عارفين نكسبه، واحنا معانا كنا بنلعب بشيكابالا والجزيري ومصطفى شلبي ودونجا، يعتبر باللعب الفريق الاساسي بتاعنا كله مش عارفين نكسبه. ومحمد صبحي كان بيقدم ضحك في الجول الاولاني، طالع سايب لك الجون بتاعه طالع يلعب بره. بالعقل نركز في فريقنا، نحل مشاكلنا الاول، بعد كده نشوف مشاكل الاهلي. واللي احسن ان احنا مالناش دعوه بالاهلي. الاهلي مش باصص لنا، الاهلي مركز في طريقه. عشان كده الاهلي كل مره بيحقق انجازات، كل مره بيعلي عن نفسه. يعني الاهلي بقى ينافس نفسه، اللي هو السنه دي وصلت مثلا لانجاز معين، السنه الجايه عايز اعديه، السنه اللي بعديها عايز اعديه. احنا بقى كل سنه احنا السنه الجايه كل شويه بنقعد نقل ونداري مشاكلنا وكل كوارثنا في الاهلي. يا جماعه يا ريت نركز مع فريقنا ونحل مشكله زيزو ونحاول نكسب فريق جيبوتي. انا محرج وانا بقول نحاول نكسب فريق جيبوتي ونصعد عشان ما يبقاش منظرنا وحش. اخر حاجه يا جماعه، حمزه المسلوسي ماشي على طريق سامسون والجزيري وبيبعت انذار للزمالك بسبب مستحقاته وبيهدد بفسخ عقده برضه من طرف واحد. هل احنا نتكلم عن المشكله دي؟ هل انت شفت حد في الزمالك يتكلم عن المشكله دي؟ مستحيل. اتحداك ان حد يتكلم عن الحوار ده، اتحدى اي حد ان هو يتكلم عن الموضوع ده بالذات من الزملكاويه. بيقول لك حمزه المسلوسي برضه بقاله فتره كبيره زي كل لعيب بياخدش زي بقيه اللعيبه عادي، ما بياخدش مستحقات وكل حاجه. اللعيب زهق، انا ما ينفعش اقعد كل ده من غير فلوس، ما ينفعش. ده محترف في الاول وفي الاخر يا جماعه، ده محترف. يقول لك ماليش دعوه بمشاكل النادي، ليه دعوه؟ عايز فلوسي، مش هتجيب فلوسي، سهل يا عم، بسيط. هبعت لك انذار، بعد كده قضيه، بعد كده افسخ عقدي زي سامسون والجزيري ونمشي ومالناش دعوه بالزمالك بقى، وهنرفع قضيه في الفيفا وهنجيب لكم ايقاف قيد ولازم تدفعوا لنا الفلوس وهنخش في الدايره دي. مش هتكلم انا والله، مش هتكلم يا جماعه، بس اوريكم نبذه على اللي بيحصل معانا. حمزه المسلوسي بيرفع هنا قضيه بعد سامسون وبعد الجزيري. ويا ريت بس نشوف مشاكلنا ونطلع عند الاهلي من دماغنا، عشان احنا طول ما احنا مركزين معاه احنا بننزل وهو بيعلى. ده بس الحاجه الوحيده اللي انا اتمناها، ان احنا نركز في فريقنا، نشوف مشاكل فريقنا، نشوف الانتخابات بتاعتنا اللي عمال يحصل فيها حوارات اصلا. بعد كده نشوف الاهلي ومش الاهلي. ويا ريت ما نركزش مع الاهلي، اخر رساله، يا ريت ما نركزش مع النادي الاهلي. بس كده يا جماعه، في الاول وفي الاخر ده قرار شخصي، لا حد يعطيني كلمه مفتوحه. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.